السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حد بيفرحنا تاني غير الزمالك؟ في حد سند وظهر لينا غير جمهور الزمالك؟ تخيل ان الجمهور ده راح السويس يا جماعة، في اللي طلع من شغله النهارده وسافر وراجع تاني من السفر، وفي من المحافظات رايحين عشان خاطر نادي الزمالك، عشان خاطر كيان نادي الزمالك. تخيل بقى لو عندنا إدارة من سنين، من 25 سنة، وعندنا ولاد نادي مخلصين زي الجماهير دي، كان نادي الزمالك ده عامل ازاي؟ كان عندنا ولاد نادي، مش كلهم طبعا يعني. لو النهارده الماتش بيتلعب، يا جماعه مؤامره، يا جماعه اللي بيحصل ده كتير، ويتغلبوا ويصدروا لنا بقى احنا يا جماعه مظلومين لما اديت العيش لخبازه مدير رياضي فصل الكوره خالص، وشلت المعلمين اللي في الجهاز الفني، وشلت المعلمين ولاد النادي المنتفعين الهجاصين بتوع نظريه المؤامره، ربنا كرمك بجمهور زي ده ولعيبه زي دي ومدرب زي ده. ده حتى لما بينتقدوا المدرب بينتقدوه بعد ماتشين، وممكن هنتقدوه النهارده يقول لك اصل اللياقه البدنيه. يا جماعه ثالث ماتش في الدوري، ثالث ماتش في الدوري في مباراه رسميه، الودي غير الرسمي، الودي غير الرسمي، فورمه المباراه لسه ما وصلتش للعيبه، فالطبيعي مؤشر اللياقه البدنيه ينزل. مش عايزين تفرحوا، عندكم ما فرحتوا، انا فرحان اللي عندي فرقه زي دي ومدرب زي ده بيبدا من تحت كوره سهله زي كده، بيدير المباراه صح، فاصلين تماما بقالنا قرن ما شفناش الكلام ده، فاصلين فرقه الكوره عن كل مجالس الاداره الفاشله اللي جت النادي. كل مجالس الاداره كلها فشلت، كلها ما بيهموش غير مصلحتهم نفسهم. مش هتكلم بقى في ارض ولا مش ارض، انا بتكلم النهارده ان انا فرحان، النهارده ان انا مبسوط، النهارده شفت فعلا ناس رجاله، ناس مخلصه للتيشيرت، جمهور عظيم مصدق الفرقه دي فرقه كويسه، مصدق ان ولاد النادي كانوا هم السبب، اللي بيطلعوا يقطعوا في المدرب من تاني ماتش، هدفهم يعملوا بلبله عشان يرجعوا النادي تاني، عايزين يرجعوا بلبله والكلام ده كله. يا عم احنا استحملنا اهلك واهلهم 25 سنه، ابعدوا عن النادي بقى، ابعدوا عن النادي، والله ما في حد من الجمهور طايقكم، والله انتوا كدابين، انتوا كدابين، ما انتوش غير تكذبوا على الجمهور وتصدروا لنا نظريه المؤامره. يا سلام، انا كان نفسي كان حد في الجهاز النهارده من ولاد النادي منتفعين او في الملعب، يا لهوي يا جماعه تحكيم، سحب من الارض، عايزين يدوا استقرار النادي. يا عم انت مالك؟ طول ما انت بتكسب، طول ما انت مراعي ربنا ورايح التيشيرت انت لابسه ومراعي الجمهور اللي تعب ده، اللي تعب وجالك ده، اقسم بالله العظيم اي حد هيفكر يبقى متامر عليك هيعمل لك كده، هيترعب منك. اكسب، طول ما انت بتكسب انت بتخوفهم، طول ما انت مخلص وبتتعب هم هيخافوا منك، طول ما انت بتخسر صدر مشاكل لجمهورك وصدر مشاكل لنفسك، طول ما عندك ولاد نادي يقعدوا يقطعوا في الفرقه ويقطعوا في المدرب، دول لازم يتداس عليهم، دول اهم ناس يتداس عليهم الناس دي، لان الناس دي فعلا بتوع مصلحتهم مش بتوع النادي. العموم مبروك، ان شاء الله اللي جاي افضل باذن الله زي ما قلت لكم. سلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في حد بيفرحنا تاني غير الزمالك؟ في حد سند وظهر لينا غير